السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي الآن مع درس من دروس النحو للصف الأول الثانوي، وهو الميزان الصرفي. الميزان الصرفي هو أساس علم الصرف، لأنه يبحث في بنية الكلمة ومادتها. وعلماء النحو لما وجدوا أن معظم كلمات اللغة العربية بتتكون من ثلاثة أحرف، فجعلوا مادة الميزان هي فعل، وجعلوا الحرف الأول هو فاء الكلمة، والحرف الثاني عين الكلمة، والحرف الثالث لام الكلمة. والجملة في اللغة العربية بتتكون من 3 أركان أو أقسام. القسم الأول هو الفعل والاسم والحرف. طب هل كل هذه الأنواع ممكن نستخدمها في الميزان الصرفي؟ لا طبعا، أكيد مش كلها. بالنسبة للفعل مثلا المفروض الأفعال المتصرفة فقط، وبالنسبة للاسم الأسماء المعربة فقط. وبالنسبة للحرف هنا لا يصح. تعالوا مع بعض نشوف كيفية وزن هذه الأسماء المعربة أو الأفعال المتصرفة. ادي الميزان الصرفي بتاعنا، وادي مادة الفعل او مادة الكلمة او المعيار اللي هنوزن بيه فعل، واللي هنوزنه الاسماء المتمكنة والافعال المتصرفة. وزي ما قلنا الاسم المتمكن هو الاسم المعرب. يعني ايه اسم معرب؟ ايه عكسه؟ اسم مبني. طب ايه هي اسماء المبنيه؟ اللي هي اسماء الاشاره، الاسماء الموصوله، الضمائر، كل ده ما ينفعش نستخدمه في الميزان الصرفي. طب ما هو الفعل المتصرف؟ الفعل المتصرف هو الا يكون جامدا، يعني عكسه الفعل الجامد. ويعني ايه فعل جامد؟ الفعل الجامد اللي هو ما نقدرش نجيب منه المضارع او الامر، مثلا عسى، بئس، نعمه، ليس، وهكذا. طيب هنا في ملحوظة مهمة جدا لازم نراعيها لما نستخدم الميزان الصرفي، وهي موافقة أحرف الميزان لأحرف الكلمة الموزونة من حيث التشكيل. يعني اللي حسب تشكيل كل حرف بشكله في الميزان. تعالوا مع بعض نشوف أكتر. عندي الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة بتنقسم إلى نوعين: نوع المجرد، ونوع آخر هو المزيد، ودي اللي هنوزنها. طيب أنا يعني إيه مجرد؟ مجرد يعني كل كلماته أصلية، مفيش حرف زيادة. طب وهو المجرد بيكون 3 حروف فقط؟ لا، ممكن يكون 3 يبقى ثلاثي، ممكن يكون 4 يبقى رباعي، وممكن يكون 5 ويبقى خماسي. طب أنا عايزة مثال، يعني إيه؟ نشوف كده ونوزن. مثلا بالنسبة للثلاثي عندي كلمة كتابة، كل الحروف او كل الاحرف اصليه، ما نقدرش نستغنى عن اي حرف. وملاحظين كمان ان كل الحروف هنا متشكله بالفتح، فلازم يكون الميزان لو هنوزنها بقى بالظبط بالماده الميزان وبالتشكيل الصحيح هتبقى ايوه صح بالظبط الفاء والعين واللام، وهنفتح كل الحروف وتبقى فاعلة. تمام. طب بالنسبه للرباعي عايزه مثال. عندي كلمة دحرجة. دحرجة هنا كل الأحرف أصلية، مفيش حاجة زايدة، ما نقدرش نشيل حرف، هتتغير معنى الكلمة. طيب احنا اتفقنا ان هو ثلاثي على وزن فعل، لا، في الوقت ده بنزود لام الكلمة لام أخرى ونشكل نفس التشكيل. تعالوا مع بعض نشوف. ايوه هتبقى فاء عين لام لام، ونشكل حسب الكلمة يبقى فعلالة. تمام. بالنسبة للخماسي اجيب مثال. سفرجل. طبعا السفرجل ده نوع من الفواكه، يعني طعمه جميل جدا. الحروف عندي كلها اصليه، السين والفاء والراء والجيم واللام. فاعمل ايه؟ هتصرف ازاي؟ مفيش مشكله، هننزل فعله ونزود لام وبعدين نزود لام. كل ما يزيد في الرباعي والخماسي بنزود لام ولام ونشكل نفس التشكيل. هنعمل ازاي؟ هتبقى ايه بقى؟ ايوه
ف عين لام لام لام. هنا اللامين دول اللام هنا المشدده بلامين. طب ليه انا شددت وما خليتهاش كلها حروف مفككه؟ ليه؟ لان الراء والجيم هنا عندي ساكنه ومتحركه، واحنا اتفقنا كده لو في حرف واحد احنا اتفقنا ان هيبقى هنا لام لام لام. هنا لو في حرفين زي بعض والاول ساكن والتاني متحرك نشدده، ده معروف كده، يبقى فعلل. تمام. طيب تعالى نشوف مع بعض المزيد. بالنسبة للمزيد، المزيد ده ممكن مزيد بثلاث أسباب. السبب الأول إن أنا بكرر حرف أصلي من الكلمة من الحروف الثلاثة، وفي الوقت ده بكرر ما يقابله في الميزان حسب عين الكلمة لام الكلمة فاء الكلمة بكرر. نشوف مثال عندي مثلا كرمة، الثلاث حروف أصلية الكاف والراء والميم، ولكن عين الكلمة مكرر، فلازم انزل فعل واشدد او اكرر عين الكلمه بنفس التشكيل، هتبقى ايوه مظبوط فعل. تمام. هنا ممكن تكون الزياده ناتجه عن زياده حرف من حروف سالتمونيها، وسالتمونيها دي 10 حروف علماء النحو جمعوها في هذه الكلمة عشان ما ننساهاش. سألتمونيها يعني ممكن أزود السين الهمزة اللام التاء الميم الواو النون الياء الهاء الألف، ممكن أزودها في الكلمة وتبقى من أحرف الزيادة. إيه فايدة زيادة الكلمة بحرف؟ معروف كده في قاعدة نحوية بتقول أو صرفية بتقول كلما زاد المبنى زاد المعنى، فأكيد بتكون لها فايدة في المعنى. طب انا اعمل ايه لو زودت حرف من الحروف دي على الحروف الاصليه الثلاثه او الاربعه او الخمسه؟ بنزودها في الميزان في نفس المكان. طب اجيب مثال. اقدم، ايه الحروف الاصليه؟ قاف والدال والميم اللي هي فعل خلاص. طب هنا زودنا ايه؟ زودنا همزه ان هي الهمزه في الاول، يبقى كل اللي هعمله ان انا هحط الفاء والعين واللام في الاول اهي، وازود الايه الهمزه في الاول مع التشكيل، اراعي التشكيل، فتح سكون ده فتح. يبقى هنا نقول ايه بقى؟ افعل، ادي الفعل اهي بتاعت قدمه والهمزه بتنزل بالظبط. طيب الزياده ممكن تكون ناشئه من الاتنين مع بعض، تكرار حرف او زياده حرف من حروف سالتمونيها. قد تجتمع في الكلمة زيادتان، التكرار زائد حرف الزيادة أو حروف الزيادة يعطي أو نعطي يعني لكل زيادة حكمها الخاص بها في نفس المكان بتاعها. زي مثال مثلا تعلم، أصل الكلمة العين واللام والميم، زودنا عين الكلمة بالتشديد يبقى هنزوده تحت بالتشديد، وأضفنا حرف من الحروف سألتموها التاء أهي في الأول مفتوح، يبقى نفس الحكايه هنزل الفه والعين واللام وشدد عين الكلمه واحط تاء في الاول بالتشكيل الصح اللي هو يبقى ايه؟ ايوه اسمع بتقولوا ايه؟ ايوه تفعل. تمام، الله ينور عليكم. تعالوا مع بعض نشوف بعض التغيرات اللي ممكن تطرق على الوزن، منها بنراعيها ومنها ما بنحطهاش في بالنا قوي، لان اهم حاجه عندنا الاصل. نشوف كده مثلا الإعلال بالحذف. الإعلال هنا المقصود به حروف العلة. لما تكون الكلمة فيها حرف من حروف العلة وبنيجي نحذف الحرف ده لسبب ما، مثلا ممكن أحول الفعل للأمر مثلا، فبضطر إن أنا أحذف حرف العلة اللي في الأول أو في الوسط أو في الآخر، وهنشوف مثال طبعا. بضطر إن أنا أحذفه في الميزان، يبقى يحذف في الميزان ما يقابل المحذوف من الموزون. مثال عندي وعد، فعل ماضي اوله حرف عله الواو، لما اوزنه فعل كويس قوي. طب لما اجي مثلا احوله لفعل الامر هتكون ايه؟ عد، يبقى حذفنا ايه؟ ايوه حذفنا الواو، هتتحذف في الواو من الميزان برضو، الواو الكلمه تتحذف في الوقت ده. طب هتبقى ايه بقى؟ هتبقى عد، وهتبقى وزنها ايه؟ بالتشكيل علم. الله ينور عليك. عندي كلمة تانية قال، فعل ماضي في الوسط حرف علة، هنوزنها هنا هتبقى عادي فعل، كل حرف بديله حقه. طب لما اجيبها فعل امر هتبقى ايه بقى؟ ها؟ قل. الله ينور عليكم. هنا ايه اللي حذفته؟ قل، عين الكلمة اللي اتحذفت، يبقى قاف واللام
والفاء واللام في الوزن، يبقى هتبقى قل بتشكيل الأول بالضم، هتبقى في الميزان فل. الله ينور عليكم. طيب القلب المكاني، وهي أن تقلب حروف الميزان حسب القلب الحاصل في الموزون. يعني إيه؟ ودي قليلة قوي قوي في اللغة. يعني مثلا لما أجيب كلمة زي يأس، الياء والهمزة والسين دي أصلها في الكلمة معنى مل، فقد الأمل، يعني يأس، هي كده، وتتوزن على فعل عادي خالص، هي دي كده صح. طب لما أجي أقول آيس، آيس نفس معنى يأس، هي نفس المعنى، بس ملاحظ ان هما قلبوا، جابوا البدل الياء في الاول جابوها في التاني، جابوا الهمزة بدل ما هي في الاول في التاني بقت في الاول، عكسوا الحرفين، فاء الكلمة بقت عين وعين الكلمة بقت فاء، وهو نفس المعنى. طب اما تجيلي كلمة آيسة اوزنها فعلا؟ لا طبعا، كده يبقى مش واخدة حقها، انا هديها حقها والخبط الحرفين واغير مكانهم، تبقى هنا آياسة. الهمزة دي هي المفروض تبقى عين الكلمة، والياء تبقى فاء الكلمة، تبقى ايه؟ ايوه، معلش لخبطوا شوية كده، عافالة. الله ينور عليكم. وايه يعني الجزء ده ما بيبقاش متكرر كتير في اللغة، يعني ما تتخافوش، مفيش كلمات كتير فيها. طيب دي بنراعيها في الميزان، حذف بنحذف، قلب بنقلب. هنا بقى في حاجات بنلاقيها ولكن ما بنهتمش بيها، اهم حاجة عندنا الاصل ايه. إذا كان الحرف الثاني والثالث من نوع واحد بنفك التضعيف. يعني إيه؟ يعني مثلا مادة، أنا لما تجيلي الكلمة دي قول لي وزنيها، هوزنها حرفين بس وأشدد التاني؟ لا طبعا ما ينفعش، لا مش هراعي بقى الحتة دي، المنظر اللي قدامي ده مش هراعي. إيه اللي هراعيه؟ الأصل. الأصل إيه؟ الميم دال دال، وديها حقها، هتبقى هنا ميم دال دال، خلاص جالي هنا معيار الكلمة، فاء الكلمة عين الكلمة لام الكلمة، هتبقى ايه؟ على وزن فعل. طب هنا فعل، انا اقدر اقول فعل غلط، ما اقدرش اقول فاعل، لا، زي ما احنا اتفقنا وما ننساش ونركز كويس، الشدة معناها ان الحرف الاولاني ساكن والتاني متحرك. لما اجي بقى اوزن اراعي دي، ادي الاولاني ساكن والتاني متحرك، فعل، مادة فعل، ما نقولش فعل غلط. طيب الابدال من تاء الافتعال، يعني برضو دي قليلة شوية، هي مش قليلة، لا بيبقى كلمات برضو كتيرة، بس خلي بالك منها، يعني ركزوا شوية. وهو ان نبدل الدال او الطاء لتاء الافتعال التي هي اصله. يعني ايه؟ يعني مثلا ازدهر، ازدهر هنا الكلمة دي بنشوفها كتير، ولكن كتير قوي ما يعرفش اصلها، هنا مش دي الاصل، الاصل ان الدال دي تاء، اصلها ازدهر، ده الصح. طب لما اجي اوزن دي، معني هي دي اللي قدامي، لا مش هراعيها في الميزان دي، انا هراعي الاصل. طب يعني ايه؟ يعني الازاي، حرف الزاي والهاء والراء هما الاصل عندي، ايه اللي دخل عليهم؟ الف الوصل والتاء، ما اقولش الدال، انسي دي خالص. في الوقت ده حاجه اوزن اقول ايه بقى؟ افتعلا، على وزن دي، مش هراعي دي، هراعي الاصل. طب نجيب مثال تاني، اصطبرا، دي اللي بنشوفها، ولكن الاصل مش كده، الاصل هي استبرا بالتاء مش بالطاء، اصل ما فيش حرف زياده هيبقى طه ولا دال، ما فيش في سألتمين يعني بالعقل، لا تاء هو اللي موجود. طيب ليه انا غيرت كده؟ يقول لك مناسبه في النطق، يعني انا لما اجي اقول بذمتكم يعني والصاد بقى حرف ضخم كده، استبرا، مش جايه، هي المناسب ليها اصطبرا، عشان مناسبة النطق، بس انا كده غيرت، لكن الاصل هو الاصل. طب انا هوزن دي، الصاد والباء والراء هي الاصل، وزودنا الف الوصل والتاء، يبقى ايوه بالظبط، انا سامعه كلكم شاطرين بتقولوا افتعل، تمام، الله ينور عليكم. طيب كده احنا تقريبا انتهينا من الدرس، وهنبتدي بقى نتدرب. عندنا ميزان وجايبين الميزان معانا اهو، نوزن صح يا اما نوزن بره. طيب نشوف، انا هجيب كلمة شدة وهوزنها، ايه رأيكم في الكلمة دي؟ هوزنها حرفين ولا ايه؟ صحصحوا معايا بقى، ايوه، لا سامع ناس بتقول ده نفك التضعيف، الله ينور، ونخلي الاول ساكن والتاني متحرك، الله ينور، يبقى هتبقى ايه؟ لا برافو عليكم، احسنتم. طيب
نشوف الكلمة التانية. عسى. ايوه ايوه ايوه، انا سامعة بيقول لي استني استني. ايه ما احطهاش في الميزان؟ لا ما احطهاش طبعا. ليه؟ طيب ما حلوة عسى اهي. لا ما تتحطش. ليه؟ لانها مش فعل متصرف، ده فعل جامد. صح، دي ما تتوزنش. طب تعالى نجرب كده، احطها في الميزان جايز يوزنها. نشوف كده اهو، رجعها طبعا، ما يضحكش عليه الميزان ابدا. طيب نشوف كده. تصرفت ايه رايكم بقى في الموضوع دي؟ ممكن حلوه اهي. طيب هنا عندي الصاد والراء والفاء هي الاصل، يبقى فعله. طيب شددنا حرف، تمام هنشدده. زودنا تاء من سالته من ياه، تمام. وايه التاء دي؟ دي تاء التانيث، لازم تنزل زي ما هي. واو جماعه، تاء تانيث، الضمائر كل ده بتنزل زي ما هي مضارعه، حروف مضارعه، هو ينزل في الميزان. طيب نعمل ايه بقى هنا؟ هنقول التشكيل. تفعلت، تمام، تفعلت، برافو عليكم، احسنتوا، بقيتوا ممتازين. طيب عايزين الكلمة اللي بعدها. قي. ايه قي دي؟ في كلمة فيها حرف واحد. والله دي كلمة اصلها وقى، حمية، وقية، حامية. طب فين الحروف؟ حروف علة، واحنا واخدين ان في اعلال بالحذف. لما نيجي نأمر حذف فاء الكلمة ولام الكلمة وكسر دي قي، يبقى هنحذف زي ما هي بالظبط. تبقى ايه بقى؟ يلا لعبة حلوة اهي. حذفنا الفاء واللام وخلينا العين مكسورة، هتبقى عي. تمام، الله ينور عليكم. نشوف الكلمة اللي بعدها. هذا. طيب ايوه استنى، مش هحطها، ولو حطيتها حتى الميزان مش هيضحك عليه. هذا ايه رأيكم؟ طبعا هذا دي ما تتوزنش. رجعت ليه؟ لان دي من الاسماء المبنيه، ما تنفعش تتوزن زي ما اخدنا في البدايه. ادخرات. نشوف بقى مين الشاطر اللي هيعرفها دي. ادخرة. ايوه برافو عليك، انا سامعه طالب وطالبه برضه. بتقول ان الدال التانية دي اصلها تاء مش دال، هي المفروض ادخرة. برافو عليكي. اللي هنا هتبقى فيه هنا تاء مش دال، ونزود في الميزان الالف الوصل والزاويه اللي هي الافتعال بقى اللي خدناها، فاكرين؟ ايوه افتعال. برافو عليكم، تمام. نشوف الكلمه اللي بعدها. على. ايوه خلاص، ما بيضحكش عليكم انتوا، الميزان هيرجعها طبعا لانها حرف جر لا توزن. طيب ناخد ثق. فعل امر اهو. ايه فعلها الماضي؟ وثق، خلاص ما بيضحكش عليها. وثق حذفوا ايه بالاعلال؟ حذفوا الفاء الكلمه وكسروا الثاني، وطبعا مجزومه بالسكون في الحرف التاء اللي هو اللام الكلمه. تبقى نحذف الفاء ونكسر العين ونسكن اللام، يبقى ايه؟ فعل. تمام، الله ينور عليكم، صح كده. طيب اخر كلمه. فرقد ده ايه؟ ده فرقد، ده نجم في السماء، نجم في السماء اسمه فرقد. طيب ايه دي؟ حروفها كلها اصليه؟ طبعا كلها اصليه. طب نعمل ايه في الموقف ده؟ ولا حاجه، مجرد رباعي. دي له حقه بلام زياده، تمام، ونشكل زي ما هو يبقى. وعندنا حرف مفتوح وسكون ومفتوح، وهنا حسب موقعها طبعا. نقول ايه بقى هنا؟ 4 حروف. فعلالة، وادي ساكن اهو زي ما سكننا، والفتح والفتح واللام الزيادة. تمام كده. بكده بنكون انتهينا من درس الميزان الصرفي، وهو درس والله ظريف وسهل قوي ومفيش مشكلة، واتمنى ان نكون يعني موفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.